السلام عليكم خوتي. اليوم غادي نهضروا على تسهيلات جديدة في رخص البناء في البادية والأراضي السلالية في المغرب سنة 2025. باش نطوروا العالم القروي ونحسنوا ظروف السكن، السلطات المغربية خرجت مجموعة من التسهيلات القانونية والإدارية باش تسهل على الناس الحصول على رخص البناء وتحفيظ الأراضي السلالية. أول حاجة، تبسيط مساطر الترخيص بالبناء في البادية. في أبريل 2023 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان ووزارة الداخلية خرجوا دورية باش يسهلوا الترخيص بالبناء في المناطق القروية. من بين هذه الإجراءات تحديد الدواوير اللي ما عندهمش وثائق التعمير، وخلق لجنة إقليمية باش توحد طريقة التعامل مع طلبات الترخيص. كاين كذلك لجنة الاستثناءات باش تشوف المشاريع اللي ما كتحققش الشروط ديال المساحة أو العلو، ولكن بشرط الحفاظ على البيئة والمظهر ديال الدوار. وزادوا خفوا الوثائق الإدارية والناس يقدروا يوجدوا أقل عدد من الوثائق اللازمة، وكاينة مساعدة معمارية وتقنية للساكنة. تاني حاجة، تنظيم رخص البناء في الأراضي السلالية. في شهر يوليوز 2025 وزارة الداخلية خرجت إجراءات جديدة باش تنظم منح رخص البناء في الأراضي السلالية وفق القانون رقم 62/17. هذه الإجراءات كتهدف تنظم البناء وتحمي حقوق أعضاء الجماعات السلالية وتجنب التعديات. من بين الشروط، طالب الرخصة خاصو يكون عضو فعلي في الجماعة السلالية وما يكونش استفد قبل من قطعة أرض، والأرض خاصها تكون مملوكة للجماعة السلالية وماشي في شي نزاع قضائي وماشي مخصصة لمشاريع أخرى. ثالث حاجة، خطوات تحفيظ الأراضي السلالية. تحفيظ الأراضي السلالية خاصو خطوات دقيقة باش تثبت الملكية القانونية ديال الأرض. هذه العملية كتم بالتعاون بين السلطات المحلية ونواب الجماعات السلالية والمهندسين المساحين والمحافظين العقاريين. القوانين اللي كتنظم هذه العملية القانون رقم 62/17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، والقانون رقم 64/17 اللي كيركز على تمليك الأراضي الفلاحية السلالية. هاد القوانين كتوفر المساطر وكتسهل الإجراءات وكتسرع عملية التحديد الإداري وحل النزاعات. الخلاصة، السلطات المغربية بغات من هاد التسهيلات تحسن ظروف السكن في المناطق البدوية والأراضي السلالية وتدعم التنمية القروية المستدامة. بتسهيل رخص البناء وتحفيظ الأراضي السلالية، المواطن غادي يكون عنده حقوقه في السكن والملكية، وهذا الشيء كيعاون يحسن جودة الحياة ويقلص الفوارق بين المدن والقرى. وأخيرا، ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة باش تدعمونا ويوصلكم كل جديد، وشكرا.